السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله تعلم الاكسل. النهارده بقى هنبتدي نشتغل على بيانات ونوريكم الحاجات اللي احنا شرحناها دي بتبقى مفيده ازاي. اول حاجه انا عندي شركه مثلا او شركه فيها 5 موظفين. ال5 موظفين دول انا عايز احط لهم قبضهم على مدار السنه مرتباتهم ثابته. فانا هاجي هنا، انا طبعا ما مسحتش حاجه، هنكتب له هنا اول حاجه نيم الاسم. تمام، نكتب تحتها عشان نختصر للوقت EMB رقم 1. تمام، وزي ما خدنا الفيديو اللي فات احنا عايزين 5 موظفين، سحبنا لتحت سمعنا ال5. طيب ال5 دول ابتدوا يشتغلوا معايا من يناير جان، زي ما خدنا الفيديو اللي فات بنسحب كده لغاية ديسمبر. تمام. طيب الناس دي بتقبض، الأولاني ده بيقبض 5000 جنيه والتاني 7000 جنيه والتالت أنا بحب التالت فنخليه 10000 جنيه. دي 10 دي ولا 10 ماشي، ومثلا 8 و9 وهكذا أرقام طبعا تخيلية. تمام، دي الأرقام بتاعتهم. طيب أنا هعمل هعلم على الأرقام، بدوس شيفت بإيدي الشمال وبنزل السهم، شيفت مع السهم بيظلل اللي تحتيها. تمام، وزي ما احنا متفقين على النقطة الخضراء دي نيجي نقف عليها كده ونسحب كده. حطينا مرتبات الرجالة كلها. نعمل اكاونتنج بس كده عشان ولا خلي كده عشان تبقى واضحة في الصورة. طيب انا عايز هنا اجمع ده كله توتال. برضو مش هنفضل بقى نعمل الت انتر كل واحدة او نعمل اوتو صم من هنا في كل واحدة، لا، او نكتب صم وهكذا. نيجي هنا، هو احنا عملنا المعادلة، هو بقى الاكسل اللي بيفهم بيفهم ان احنا برضو لو سحبنا المعادلة كده ان المعادلة بتغير كل شهر. بمعنى بمعنى ان انا اديت ده 15 الشهر ده اتغير، نلون بس ونظبط بقى. اول حاجة نخليهم في النص، نديها لون مثلا، وهنا طبعا كده نفس اللون. تمام، نكبر الخط شوية عشان يبقى واضح ونخليها في النص. التنسيق ده او الحاجات دي بتبقى مهمة جدا في الشغل. نيجي نعلم على الارقام كده، احنا ممكن نمشي كده شوية بقى كده، ننزل على الشمال. تمام، ونكبر كده. لو دوسنا هنا هيعدلها لك على السايز اللي مكتوب فيها. عايزين نخلي الحاجات دي تبان ان هي خلايا، فهنيجي هنا وهنقول له all borders، حط لي borders في كل حاجة زي ما بان هنا. التوتال برضو بولد. طبعا لما عملنا بولد لو دوسنا كده لا، فاحنا هنعلم على الشيت نفسه كله، ونيجي في اي خلية هيظهر لك علامة الزائد دي، ندوس عليها مرتين كده يظبط لك الارقام ويكبر لك الخلايا دي المسحبة دي. طيب فاحنا كده عندنا شهر يناير قبضنا 39، ولما زودنا هنا بقى 49، رجعوا تاني رجع 39 وهكذا. طب احنا عايزين توتال موظفين، فنيجينا نقول له توتال. هو طبعا الاكسل برضو زي ما قلت لكم ذكي، فهو فهم وحط لها الفورمات او اللون والحاجه بتاعت اللي قبل. طيب احنا زي ما قلنا اوتو صم هيفهم طبعا. هو طبعا مش بيجمع بالطول بس، لا وبالعرض كمان. اوتو صم يا باشا، جمع الارقام. قال لك الراجل ده بياخد في السنه 60000، نفس الفكره هننزل نسحب المعادله. تمام، نيجي هنا في اخر شهر نسحب المعادلة، فهو هنا هيفهم ان ده التوتال هنا. احنا عملنا المعادلة هنا في الاول وسحبناها على الكل، فلما نيجي ندوس على المعادلة مرتين يقول لك هو مختار انهي رينج او انهي مدى اللي هو جمع منه.
طيب احنا عملناش حاجة، ما كتبناش المعادلة في الباقي، احنا ايه؟ جمعنا، سحبنا قصدي المعادلة. فهو الاكسل ذكي جدا وبيفهم جدا في احتياجاتك انت اصلا كراجل شغال على الاكسل. فدي اول حاجة كده ايه في الاكسل، ابتدينا نشتغل على داتا بقى وعندنا بيانات وبتاع وننفع نغير فيها. هنكمل عليها فيديو كمان كده، عايز اشرح حاجة برضو في الجامعة يعني، حاجة ممكن تبقى ايه ادفانسد شوية بس سهلة برضو ان شاء الله ايه. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنونا الفيديوهات الجاية ان شاء الله تعجبكم اكتر. السلام عليكم.